رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ. في حياتنا العقلاء الذين يريدون أن يسعدوا يقدرون أيامهم الهادية. اليوم الهادئ الذي يمر فيك من أسباب السعادة نقول أن تحتفل به وأن تحتفي به. يسمونها ثقافة الكافيهات، كل يوم كافي، كل يوم مطعم، كل أسبوع رحلة. لا مو لازم. أحيانا السعادة تسعد لأن اليوم مر هادئا عليك، آمنا مطمئنا مستقرا، الحمد لله رب العالمين. لذلك تقدير الأيام الهادئة قيمة عالية في الحياة. الذين يريدون أن يسعدوا يقدرون أيامهم الهادئة. أنا وصلت إلى قناعة أن جميع المنافسات في هذه الدنيا غير شريفة، ما عدا نوعين من المنافسة: أن تنافس شخصا في طاعة الله، أو أن تنافس نفسك فقط. هيجي واحد يقول لي ليش؟ طب يا أخي أنا بنافس فلان، لا يكون الآخر هو معيارك. يعني مثلا أخي مصطفى مثلا دخله الشهري كذا، لا أنا قد أشد حيلي كذا لين أكون أعلى من أخي مصطفى. طب ليه؟ هذه ستولد الحقد والحسد والأنانية. أنشدت بسم الله ثم الحمد له، فالله أهل الحمد إن الحمد له. يا ربي أنت كلما رزقتني رأيت خيرا سابغا لا حد له. بك الرجاء وحبكم ربي سرى في القلب ثم زانه فجمله. أنت الذي سترت ما يعيبني وجدت لي من العطاء أجزله. وهبت لي ذكرا جميلا وافيا في الناس لا أشك قيد أنمله. وقيتني بالفضل كل حاسد ومفتر في كل ما تقول. لست ضد الهمة والطموح، ولكني ضد المبالغة والجنوح، ضد جعل رحلة النجاح مليئة بالتعاسة. الطموح الصحيح الصحي ينطلق عبر الهمة من أرضية الواقع، فالنجاح ليس وثبة ولا مجرد ضربة أو ومضة، إنه خطوات مستمرة تتعثر حينا وتسير حينا حتى تصل إلى الهدف أو قريب منه، فإن لم يصبها وابل فطن. قال عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا، أي إذا لم تبلغ الصواب على الأقل فاقترب منه. عاهد نفسك وردد في داخلك: يوجد أفضل مني وأقل مني، لكن لا يوجد. وصية لإخواني وأخواتي الذين يسمعونني: اجعل بينك وبين الله خبيئة عمل صالح. أعمالنا الصالحة كثيرة الظاهرة، حاول ما بين فترة وأخرى أن يكون بينك وبين الله خبيئة عمل صالح لا يعلمها إلا الله، لا يشوبها رياء ولا سمعة، وإنما تعمل أن تكون خالصة لله فلا يعلمها إلا الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى لا تعلم شماله ما أنفقت. يعني لدرجة إخفاء المؤمن أحيانا لأعماله أن اليسار الشمال